هل المباني والقلاع والخيم دي ممكن تكون موجودة فعلا من مئات السنين، ولا دي ديكورات ورق ممكن تروح مع الرياح؟ التاريخ رجعني لأهم جملتين اتقالوا في صناعة السينما المصرية: لقد حققت يا ابنتي ما لم يستطع الرجال تحقيقه. ودي الجملة اللي اتقالت لعزيزة أمير، أول منتجة مصرية بعد عرض فيلمها ليلى. والجملة التانية: إننا نعمل بقوة اعتقادية، وهي أن السينما صرح عصر للتعليم لا غنى لمصر عن استخدامه في إرشاد سواد الناس. والجملتين اتقالوا على لسان أبو الاقتصاد المصري طلعت حرب، اللي خد السينما في أحضانه وقت ما كانت السينما بتنتشر في النار كالهشيم، والكل كان عايز يجرب وينتج ويمثل. كان الوطنيين بيخوضوا لعبة كبيرة قوي ضد القصر الملكي والإنجليز، لغاية ما ظهر كتاب اسمه علاج مصر الاقتصادي، وطالبين فيه بإنشاء بنك برؤوس أموال مصرية خالصة. وقتها الأجانب سخروا من الطلب والتمني، بس الإصرار المصري فعلها. وفي 7 مايو 1927 تأسس بنك مصر في شارع محمد فريد ب 80,000 جنيه بس، مساهمات مصرية من الباشا للفلاح. طلعت حرب باشا كان عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك مصر وقت تأسيسه، وبعديها بقى نائب الرئيس. وقتها عمل دار للتمثيل العربي بحديقة الأزبكية، وبدأ النور يكبر معاه. حبه للفن والكتابة ما وقفش هنا، وقرر يخوض تجربة بعيدة خالص عن اللي كانت موجودة وقتها، لأنه شاف إن السينما ممكن تكون صناعة وتجارة وهتدخل دخل قوي لمصر. وبدأ بإنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما في 1925 برأس مال 5000 جنيه مصري. وعشان الموضوع ينجح بجد كان لازم دراسة جدوى ما تخرش المية، وبدأت البعثات لدول أوروبا. البداية كانت في 1933، ودي أول بعثة سينمائية كانت من 4 أفراد: أحمد بدرخان وموريس كساب لدراسة الإخراج في باريس، وأما محمد عبد العظيم لدراسة التصوير في برلين، وحسن مراد لدراسة فنون إعداد الجرائد السينمائية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. وبعدها انضم ليهم نيازي مصطفى ومصطفى والي، ودول كانوا على نفقاتهم الخاصة. وقتها طلعت حرب فكر بطريقة سابقة عصره، وهو بناء استوديو، وده بعد وجود القوة البشرية اللي هتدير الاستوديو على أسس علمية. وبتمويل بنك مصر عملوا استوديو مصر بفلوس مصرية. مساحته كانت كبيرة جدا عشان تضم أكتر من بلاتو للتصوير، وورش للديكور، وغرف للممثلين، ومخازن للملابس، ومعدات تصوير سينمائي. وفي لفتة أصيلة من رائد السينما المصرية الفنان محمد بيومي، اداهم وقتها كاميرات من عنده للتصوير السينمائي. الاستوديو اتجهز من فرنسا وألمانيا بأحدث الأجهزة. اتعمل معمل للتحميض، وقتها كان هو اللي في الشرق الأوسط يضاهي المعامل الأوروبية. وبدأ الإنتاج الفعلي بفيلم وداد لكوكب الشرق أم كلثوم، وده كان اختيار ذكي جدا لنجاح الفيلم ونجاح المشروع الأعظم استوديو مصر. وكان أول فيلم مصري يعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي، وده خلى استوديو مصر اتقال عليه اتولد كبير. من سلامة في خير لطائر الليل، ومن العزيمة لفيلم الصقر، كلها أفلام خرجت للنور من الاستوديو. وهنا بنوصل لنهاية الفصل الثاني من حكايتنا. بعد ما طلعت حرب بنى القلعة وجهز المعدات وخلى السينما بلسان مصري، كان لسه في يد خفية للأجانب موجودة وبتحرك الكاميرا. بس يا ترى مين اللي مسح ملامح الخواجة من على خشبة المسرح ويبدلها بملامح ابن البلد اللي شئت منه الأيام؟ وإزاي قدر مشخصاتي بائس مطرود من كل فرقة يدخلها إنه يكون هو الروح اللي سكنت جوه الحيطان اللي بناها طلعت حرب؟